اللي انتوا بتشوفوه النهارده ده جزء من خطه كبيره جدا للدوله المصريه في مجال ايه؟ في مجال النقل او البنيه التحتيه للنقل والمواصلات. جهد الدوله المصريه وجهد وزاره النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمه، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت، وما كانش طرف ابدا مننا ان ده ما كانش ممكن يتعمل. في ظل رؤية وطنية واعية وبقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي مصر خطى واثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. فقد شهدت أرض الكنانة نهضة شاملة في بنيتها التحتية، وكان قطاع النقل والمواصلات أحد أبرز شواهد هذا التحول التاريخي. الأتوبيس الترددي ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو حل عصري ونبض جديد يسري في شرايين الطرق، كما يجسد معاني التنظيم والانضباط، ويقدم للمواطن خدمة عصرية آمنة توفر الوقت وتصون الجهد، ليصير كل مشوار خطوة أقرب نحو حياة أكثر يسرا وكرامة. الاتوبيس الترددي يعني بصراحه ريحنا في حاجات كتير جدا في موضوع المواعيد. بالنسبه اللي احنا كنا بنيجي من الصبح نركب من الموقف جوه كنا بنتاخر والسواقين بيتضايقنا جدا، انما الاتوبيس افضل كتير بصراحه. ريحنا في موضوع المواعيد واللي هو ما بيغيبش. بس هو في تعليق في حاجه واحده بس، واحنا راجعين ساعه الذروه بتقابلنا مشكله اللي احنا بيبقى المحطه بيبقى فيها عدد ناس كتير قوي، بس المحطه الرئيسيه اللي هي قبلها على طول المفروض تبعت اتوبيس مثلا فاضي، اتوبيس مليان، بحيث ان الناس تلحق تركب وكل حاجه. يعني هو فعلا مريح، يعني ريحنا عن المواصلات التانية. يعني مثلا الاتوبيس ده بروح لحد الزهراء يعني ب5 جنيه، المواصلات التانية هتلاقي 18 جنيه عامة. ده توفير، ده أول حاجة. بعد كده الراحة، يعني مثلا هو طبيعي إن مثلا بيبقى فيه مكيف، حتى لو الجو حر يبقى كويس الجو مكيف. لو تليفوني مثلا هيفصل احب اشحنه عادي مفيش مشكله، او ايربودز او اي حاجه من الحاجات دي تتشحن عادي. انا لسه ساكن في القاهره جديد، انا اصلا من محافظه بني سويف ولسه قاعد في المرج، فهو وفر لي، انا شغلي اصلا في الرحاب، بشتغل في الرحاب، فهو وفر لي وسيله ان انا طبعا اركب من المرج من محطه المرج لحد الاكاديميه. طبعا السعر بتاعه 10 جنيه، فده سعر مناسب جدا، لان احنا لو حسبناها من المرج لسه هننزل السلام، بعد كده هننزل من السلام للاكاديميه، هتحسب الحسبه دي هتلاقي مثلا دافع 30 جنيه، لا انت بتدفع 10 جنيه بس. تاني حاجه ان هو الاتوبيس نفسه هادي، وفي نفس الوقت فيه تكييف، وفي ان انت ممكن توصل التليفون بتاعك على الشاحن، وطبعا بيبعدك بقى طبعا عن مزاج كل واحد من الناس اللي راكبه. يعني طبعا في التزام، مفيش تدخين فات طبعا في الاتوبيس. وفي مشهد يعكس روح العصر، ينطلق القطار الكهربائي الخفيف كشريان متدفق بالآمال، يربط القلب بالأفق والحاضر بالمستقبل، فيختصر المسافات ويهب الوقت قيمته، ليرسخ معنى الجمهورية الجديدة، حيث تسير التنمية على قضبان الإرادة. فبدأ يبقى عندنا تكدس كتير بسبب العملاء، فان احنا عملنا تي في امات. التي في امات دي بتقل الضغط شويه، هي عباره عن ماشين او ماكينه الكترونيه العميل بيقدر من خلالها ان هو يشتري تيكتس او تذكره، يساعد نفسه ان هو يركب اسرع ويوصل مشواره اسرع. وعملنا كمان حاجه اسمها دايركت ترين. دايركت ترين ده بيروح لفنون ثقافه على طول، بيطلع من عدلي منصور لفنون ثقافه، ما بيقفش في محطات،
ده عشان نخدم اكتر العاصمه الاداريه. شغال هنا في قطاع خدمة العملاء. احنا اكتر حاجة بتهمنا طبعا خدمة العميل. عندنا كذا طريقة بنساعد بيها العملاء، سواء من ذوي الهمم او العملاء يعني الاصحاء. لو العميل ذوي الهمم جه وبيركب من المحطة، فبنبلغ بعض من المحطة دي، بتبلغ المحطة الابتدائية، بتبلغ المحطة الانتهائية، بيبلغ ناظر المحطة، وبيكون في احد الموظفين في انتظاره، وبيكون في احد الموظفين بيصطحبوا في القطار. هي فكرة ممتازة جدا ومريحة، جربتها أكتر من مرة، يعني ده طريقي دايما رايح جاي، ففكرتها جديدة ومريحة جدا. طبعا سريعة جدا، أسهل من المواصلات العامة وكده، يعني أسهل من الميكروباصات والأتوبيسات والكلام ده. غير التكييفات والجو، يعني القعدة مريحة، المكان نفسه مناسب لائق للمواطنين المصريين، مريح جدا يعني. غير السرعة وتوفير الوقت، ده عامل مهم جدا كمصريين يعني. فاحنا مبسوطين جدا بالتطور الجديد ده. بنزل من بيتي باخد الخط الاول، كم الوقت بياخد معايا تلت ساعه لغايه جمال عبد الناصر، ومن جمال عبد الناصر بنزل اخد الخط الثالث، وبنزل اركب الخط الثالث وانزل عدلي منصور. بيوفر عليها وقت وبصراحه راحه وفي نظام وتجربه جميله وحاجه نظيفه بصراحه جوه مصر. اتمنى من الناس اللي هي تجربها. شغال موظف في العاصمه الاداريه بقالي 4 سنين. انا باجي اركن العربيه بتاعتي في الباركنج بتاع عدلي منصور، وبركب القطر السريع بيوصلني من عدلي منصور لحد العاصمه الاداريه. وسيله مواصلات اسرع وامن، ومن اول ما بتخش المحطه بتاعت عدلي منصور التيم بتاع خدمه العملاء بيساعدك ان انت توصل للقطر في اسرع وقت. لو في اي مشكله معاك بيحلوها لك لحد ما بتنزل اخر محطه انت رايح فيها، اللي هي محطه الفنون والثقافه في العاصمه الاداريه. لما بوصل هناك بيكون في وسيله مواصلات وزاره النقل موفراها، زائد ان القطار الكهربائي اسرع وامن بكتير من الطريق بره. فعلشان كده بركن العربيه بتاعتي في الباركنج بتاع عدلي منصور، وبركب القطر السريع من اول عدلي منصور لحد العاصمه الاداريه. ويمثل المترو شريانا لا يهدأ، يحمل على متنه أحلام الملايين، ويصل بين أطراف القاهرة في انسياب ودقة، ليكون شاهدا حيا على أن ما يبنى بالعزيمة يمتد أثره في حياة الأوطان والأجيال. الخط الأخضر واحد من أهم مشاريع التحتية في مصر، وده لأنه بيساهم في حل مشكلة الزحام والتنقل داخل إقليم القاهرة الكبرى. ده لأن الخط الأخضر بيربط بين وسائل نقل متعددة ومختلفة زي الخطين الأول والثاني، ومونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل. كمان بيربط مع الأتوبيس الترددي إن شاء الله في محطة الطريق الدايري، وبيربط مع LRT من محطة عدلي منصور. كمان الخط الأخضر الثالث فيه واحد من أهم المحطات المركزية عدلي منصور اللي بتضم 5 وسائل نقل مختلفة. الخط الأخضر اتنفذ على 4 مراحل، وتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل في مايو 2024 بالمرحلة الثالثة والنهائية من الخط. الخط عندنا بيتكون من 34 محطة بإجمالي طول 41 كيلو متر. الخط ده حقق الربط ما بين شرق وغرب القاهرة، وده لأول مرة بنعمله، وده كده بيحقق الاستفادة القصوى من شبكة المترو. الخط الثالث يعني حقق لنا زي ما نقول المايسترو ما بين وسائل النقل المختلفة. بنقدر ان احنا نساعد الراكب من اول ما يحط رجله في المحطة لحد ما يوصل للمحطة اللي هو رايحها. من اول جهاز الاكس راي، نقطة التفتيش، بيحط الشنطة بتاعته، بيتفتش، بيخش المحطة، بيروح على مكان التذاكر او يشتري تذكرة من الصراف. في عنده خطتين، ان هو ممكن يروح للصراف يشتري التذكرة او ماكينة الصرف الآلي. لو لا قدر الله المحطة زحمت، الراكب ممكن احنا بنوجهه لمكنة الصرف الآلي، بنقدر ان احنا نشتري له تذكرة منها.
ده بالنسبه لو لا قدر الله حصل زحمه في شباك التذاكر. الراكب بيقطع التذكره، بيعدي من بوابات التذاكر، بينزل على السلم المتحرك او من المصعد. لو في راكب ذو احتياجات، الناظر بيوجه فرد امن معاه، بيوصله لحد الرصيف، بيركبه، بياخد بيانات العربيه والقطر والرحله اللي الراكب فيها، وبيسلمها للناظر في المحطه الثانيه. من بعد الراكب بيستلم، الناظر بيستلم الراكب وبيستناه في الرحله اللي هو واصلها، وبيوصله للنقطه اللي هو الراكب رايحها. بالنسبه لامان الراكب، احنا عندنا هنا انظمه امان في المحطات، الناظر واخد تدريب كامل عليها، ما عندوش اي مشكله فيها خالص. بالنسبه عندنا اطفاء آلي، وعندنا اطفاء مانوال، ان الناظر ممكن يستخدم طفايات الحريق، ممكن الاجهزه تشتغل لوحدها عن طريق اجهزه كتير عندنا في مكتب الSMO. عندنا حساسات ممكن تلقط اي حاجه ليها علاقه بهيت، بحراره، بسموك، اي حاجه تخص الحاجات ديت الناظر ممكن يعرفها من شاشه عندنا في المكتب بتاعه. بصراحه مريحني جدا الخط الثالث، لاني بحكم شغلي، انا شغلي في الزمالك وباجي من جسر السويس، فطبعا كنت بعاني جدا في الطرق، فهو سهل عليا كتير جدا الحمد لله. المترو بيوفر وقت كتير جدا، وغير الوقت مجهود في الحر اللي بره. امان اكتر من المواصلات. هو قبل كده انا كنت باجي مواصلات من قوميه من امبابه بالظبط، فكنت بركب حوالي مواصلتين او 3، فالمترو بالنسبه لي ان انا بركب من القوميه لحد هنا على طول من غير ما ابدل او من غير تعب. محطه رود الفرج دي بتخدم اكتر من 20 قريه من قرى شمال الجيزه، دي حاجه محترمه. دي طفره في النقل والمواصلات طبعا. انا ساكنه في احمد عرابي، عشان اجي جامعه القاهره كنت بركب مواصلتين، بس دلوقتي بركب مواصله واحده المترو. بركب المترو من محطه القوميه لحد محطه عدلي منصور، وبعد كده بغير من عدلي منصور للLRT. ده بيسهل عليا ان انا اوصل ل10 من رمضان او المناطق اللي انا شغال فيها عموما. الاول مثلا كان بياخد من ساعتين ل3 ساعات، حاليا من ساعه لساعه ونص، ده اقصى حاجه ان شاء الله. ويأتي المونوريل ليجمع بين عراقة القاهرة وحداثة العاصمة الجديدة في مشهد يعكس روح المستقبل، ويحلق كطفرة هندسية فوق المحاور، ويرسم مسارا صاعدا يقتصر المدى، معلنا عن قفزة حضارية غير مسبوقة، ليؤكد أن الإبداع المصري صار يعلو فوق كل التحديات. مهندس معماري وشغال في موقع في العاصمه الاداريه. الحمد لله يعني كنا منتظرينها من زمان، لان كان الموضوع بيبقى صعب قوي بالعربيه. انا كنت بروح كل يوم العربيه، كان الموضوع مكلف جدا ومجهد. انا كنت بسوق اكتر من ساعه رايح واكتر من ساعه جاي، بس دلوقتي الحمد لله الموضوع بسيط جدا وسريع، ووسيله سهله ومريحه، واكيد هتبقى موفره بعد ما نعرف الاسعار. هو واضح ان في طفره كبيره ما كانتش موجوده قبل كده. وسائل مواصلات كتيره زي الLRT، المونوريل، وفي طبعا لسه القطار السريع اللي بيتعمل ده. لا، في طفره كبيره جدا في قطاع المواصلات في مصر. هو نقله حضاريه طبعا، مفيش شك، نقله حضاريه كبيره في مصر، ويعتبر حاجه نظيفه وكويسه في جميع المواصلات. انا حاسس النهارده يوم عيد بالنسبه لي. لا حاجه عظيمه جدا وفاخره، وبصراحه انا حاسس ان انا المحطه دي مطار مش محطه مترو. يعني حلوه جدا جدا، منتهى الفخامه والعظمه. يعني هو مشروع عظيم جدا طبعا، ده حاجه كويسه بيكتروا من وسائل النقل الجماعيه. وعلى الرغم من عظم ما تحقق من إنجازات، تواصل الدولة مسيرتها نحو تنمية مستدامة، وتمد شرايين جديدة تربط الحاضر بالمستقبل. فمن قلب القاهرة إلى شتى أنحاء مصر، تمضي الدولة في بناء شبكة طرق تمثل شرايين حياة
تضخ في أوصال الوطن قوة وأملا ونماء، لتبقى مصر شعبا يبني ووطنا ينهض. احنا جادين قوي، جادين قوي في مواجهة تحدياتنا. احنا بنقاتل ما نحن فيه، هنخرج من اللي احنا فيه للي احنا بنتمناه لنفسنا ولبلدنا. وما افتكرش ان في حد بيكون هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطاه.